علاش اردوغان قدر ينجح تركيا في اقل من 15 عام وعلاش المغرب ما قدرش يدير نفس الشيء مع العداله والتنميه؟ دازت 25 عام على الولاده ديال حزب العداله والتنميه التركي اللي كان المؤسس ديالو هو النيت رئيس تركيا حاليا رجب طيب اردوغان. فين الا بغينا نهضروا على الانجازات ديال تركيا في العهد ديالهم غنلقاو بلي اقتصاديا قدرت تركيا تحول راسها لقوه صناعيه وتصديريه اللي كبيره، خصوصا في الصناعه والسيارات والالات والمنسوجات اللي خلاو الدوله تولي سادس اقوى اقتصاد في اوروبا ورقم 16 عالميا. وحتى عسكريا تركيا دارت قفزه كبيره في الصناعات الدفاعيه وولات كتنتج جزء كبير ومهم بزاف من الاسلحه ديالها، من الطائرات المسيره والسفن الحربيه حتى المدرعات والانظمه الالكترونيه. وطلعت الصادرات ديال الدفاع والطيران من تقريبا 1.6 مليار دولار عام 2013 لاكثر من 7.2 مليار دولار عام 2024 ثم 10 مليار دولار في 2025. وهنا كيجي السؤال ديال علاش المغرب وبالضبط حكومه العداله والتنميه ما قدروش انه يبنيو اقتصاد صحيح في 10 سنين اللي شدوا البلاد، مع العلم انه عندهم نفس الخلفيه الدينيه ديال العداله والتنميه التركي. كاين بزاف ديال الاسباب من بينهم انه في تركيا النظام عطى اردوغان اغلبيه مطلقه خلاته يتحكم في كل شيء من القوانين حتى المؤسسات الكبيره، وهذا الشيء خلى الحزب يتحرك كيف ما بغى ويبني دوله على المقاس ديالو. اما في المغرب الدستور كيخلي بزاف ديال القرارات الكبيره والمشاريع الاستراتيجيه بحال الفوسفات الطاقه المتجدده والابناك والسياسه الخارجيه والداخليه في يد المؤسسه الملكيه. حزب العداله والتنميه المغربي لقى راسو مكلف غير بالتدبير اليومي ديال الميزانيه وما قدرش انه يخلق طبقه ديال رجال الاعمال تكون تابعه ليه وتعاونوا يطبق نموذج اقتصادي جديد. الحزب كان بحال شي مدير كيحل المشاكل اليوميه وكيدير الاصلاحات القاصحه بلا ما يكون عنده القرار باش انه يبدل التوجه الاقتصادي الكبير ديال البلاد. فبسبب السلطه شبه المطلقه قدر اردوغان انه يلقى الساروت باش يطور الاقتصاد بالزربه اللي هو قطاع البناء والعقار وبالضبط واحد المؤسسات تبع الدوله سميتها توكي. في اردوغان عطى هذه المؤسسه اراضي ديال الدوله فابور وخلاها تبني عمارات واعره وتبيعهم للناس المرفحين بالثمن. الارباح الخياليه اللي دخلت من هذا الشيء استعملتها باش انها تبني ديور اقتصاديه للطبقه الفقيره والمتوسط. هذه الخطه خلت الدوله تبني اكثر من 837 الف دار في مختلف المدن وخلقت ملايين ديال فرص شغل للعمال وحركت المصانع ديال السيما والحديد. زيد عليها الدوله سهلت القروض البنكيه للناس باش انهم يشريوا الديور وهذا الشيء حرك البيع والشراء لداخل وطلع الدخل الفردي من 8800 دولار في 2002 ل 18000 دولار في 2012. هكا اردوغان ضمن الاصوات ديال الناخبين اللي شافوا حياتهم ولا تحسن ولاو كيتملكوا ديورهم. ولكن في الوقت اللي كان اردوغان كيبني وكيعطي القروض للناس حكومه بن كيران في المغرب لقات راسها مضطره دير العكس تماما باش تعتق الميزانيه. المشكل الكبير بالنسبه للحكومه العداله والتنميه في المغرب وبالضبط الحكومه ديال بن كيران كان هو صندوق المقاصه اللي كيدعم المواد الاساسيه بحال البوطه والمازوت والدقيق والسكر الى اخره. في 2012 هذا الصندوق كان كيخسر الدوله ملايير الدراهم لدرجه ان الميزانيه كانت غادي توقف. حكومه بن كيران خدت قرار قاصح بزاف وهو تحرير اسعار المحروقات في 2014 و2015، يعني حيدت الدعم على المازوت والليسانس بصفه نهائيه. وهذه الخطوه واخا عتقات الميزانيه ديال الدوله ونقصت العجل من 7.2 ل 4.3 ولكن في المقابل هلكات الجيب ديال المواطن والاثمنه ديال النقل والماكله طلعات وحتى من القدره الشرائيه ديال الطبقه المتوسطه والفقيره تضررت بزاف. ودابا غندوزو للسبب الثالث علاش تركيا نجحات والمغرب لا، وهو عباره على واحد المفارقه عجيبه بزاف واللي هي ان المغرب كيستثمر تقريبا 32% من الثروه ديالو وهذا راه رقم كبير عالميا، ولكن المشكل ان الدوله هي اللي كدير تقريبا 70% ديال هذه الاستثمارات والقطاع الخاص يلاه كيدير 30%. هذه الفلوس كتمشي بزاف في البنيه التحتيه الكبيره بحال الطرقان والموانئ اللي ما كتعطيش ارباح وفرص شغل في هذيك الوقيته. بلغه الارقام في المغرب خاصنا نستثمروا 12.5 درهم يلاه باش نربحوا درهم واحد ديال النمو الاقتصادي. يعني بحال الا قلتي ان الدوله باغيه تخدم بوحدها وتبني راسها براسها بلا مساعده من الشعب. اما في تركيا الاستثمار كان قل من المغرب غير 26% ولكن القطاع الخاص هو اللي كيدير 85% منه وكيمشي للمصانع والانتاج اللي كيجيب ارباح سريعه وكيخدم الناس. في الاتراك كيحتاجوا يستثمروا غير 5 أو 6 دراهم باش يربحوا درهم، وهذا الشيء اللي كيشرح لنا علاش النمو الاقتصادي في المغرب طالع ولكن المغاربه ما كيحسوش بهذا الشيء حيت الدوله باغا تخدم بوحدها مع الشركات الكبار وما كتدخلش الشعب معها في التنميه. زيد على ان تركيا استفادت من واحد الاتفاقيه ديال الجمارك مع اوروبا من 1995 الشيء اللي خلى الصادرات الصناعيه تفوت 75%. اما في المغرب الاقتصاد مازال مربوط بزاف بالفلاحه والشتاء، يعني العام اللي كتكون فيه الشتاء قليله كيجلسوا الناس بيطاليين وحتى الاعوام الاخرى عاد بدينا كندخلوا للمجال الصناعي بحال قطاع صناعه السيارات والطيارات. فملي كنجمعوا هاد الخيوط كامله كنفهموا مزيان فين كاين الخلل. اردوغان والحزب ديالو لقاو عندهم حريه باش يخدموا مرتاحين ويطبقوا البرامج ديالهم سواء السياسيه او الاقتصاديه. اما في المغرب عندنا نظام اللي كيقسم السلطه بين الحكومه وبين الدوله، الشيء اللي من جهه كيدير واحد التوازن سياسي ولكن من جهه ثانيه ما كيعطيناش فرصه باش انه نطوروا دغيا. دوزو بخير.